قررت الغي السبسكريبشن بتاعي في فيو 3 رغم اني كنت متحمس جدا ليه. ليه؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده. كلنا شفنا اعلانات فيو 3 من جوجل اللي بيحول كلامك لفيديو بجوده سينمائيه وبصوت كمان، وجوجل فلو اللي بيركب لك المشاهد ورا بعض بشكل سلس وتلقائي. انا شخصيا كنت متحمس ليه جدا وجربته، بس بعد شهر من التجربه قررت اني هلغي الاشتراك، وده اللي هحكيه دلوقتي. النيه من البدايه بالنسبه لي كانت استثمار مش رفاهيه. عايز اعمل فيلم يجيب مشاهدات او اشتغل بيه مثلا مع شركات انتاج. قلت في نفسي لو عملت شخصيات وصممت مشاهد وحركتهم يبقى تمام. نجحت اني اعمل بروف اوف كونسبت، وابتديت باني استخدمت ويسك، الاداه الذكيه بتاعت جوجل برضو، اللي بتخليك تقدر تخلق اي مشهد من 3 اس سبجكت او الشخصيه، اس سين او المشهد، اس ستايل او اسلوب الرسم. وقلت سهله، انا هعمل مجموعه مشاهد او كونسبت ارتس واروح لجوجل فلو اطلب منه اني هعمل ايمج لفيديو واحط له الصور دي عشان تتحول لفيديو، فاقدر من خلالها اعمل الفيلم بتاعي اللي انا عايز اعمله. وبدات اني اشتغل على اني احول الصور لمشاهد، واتصدمت لان الصوت اللي كان بيطلع من المشهد اللي بيطلع لي كان صوت بيسموه جبرش. बोके बसंत में रन बिंग दस हाथ तूने भी इसका बिंग्स कम इसकी छाई दया غريب، مش واضح خالص، مع اني كنت كاتب السكريبت بتاعه اصلا بالانجلش، مش اللي هو يعني بالعربي عشان الخبطه. وبالتدوير للاسف عرفت ان لو استخدمت صوره او مشهد سابق عشان تحوله لفيديو، فيو بيواجه صعوبه انه يحط صوت، لان مش هو اللي خالق المشهد كله. قلت خلاص انا هرجع لحيله التكست تو فيديو، وهعتمد على ان فيتشر الجامب تو الموجوده في فلو هي اللي هتحافظ على ثبات الشخصيات على مدار المشاهد. لكن برضو واجهت مشكله، الشخصيات مش بتكمل بشكلها قوي. ده غير ان كتير من المشاهد التانية بعد المشهد الاول Get yourself ready. I need you to come with me now. I'm not going anywhere. I want to stay home. او معظمها ان ما كانش كلها بتطلع مع الاسف برضه من غير صوت. وطلع بالتدوير ان نفس المشكله اللي بتحصل مع الصور لفيديو بتحصل برضه مع الجامب تو. ساعتها فهمت فيو 3 وفلو مش بيكملوا بعض زي ما كنت فاكر. الاعلان كان شاطر جدا، بس كان مع الاسف مضلل. كل الافلام اللي قالت الحمله الاعلانيه بتاعت فلو انه عملها كانت كلها فويس اوفر، يعني في صوت في الخلفيه هو اللي بيحكي القصه، مش شخصيات الفيلم هم اللي بيتكلموا مع بعض. وتقريبا كان سهل عليهم انهم يعملوا الافلام دي لانهم في النهايه هيعملوا صور ويطلعوا منهم فيديوهات، ومش محتاجين فيها صوت لانهم هيستخدموا بعد كده فويس اوفر. لكن لو حاولت انت بقى كمستخدم ناصح انك تستخدم الفيو 3 عشان تطلع من المشاهد دي صوت، هتكتشف الصدمه انه فيو 3 مش بيفتكر التفاصيل ما بين المشاهد. التجربه كانت مرهقه جدا، لاني اكتشفت انه عشان تحل المشكله دي لازم شخصياتك تكون ليها سمات واضحه وسهله انها تتكرر، فلما تيجي تكتبها كانك بتكتب المشهد لاول مره تطلع بنفس الطريقه بالظبط زي المشهد اللي قبله اللي كنت كاتبه وكانك بتكتبه لاول مره. زي مثلا لما كنت محظوظ في اول فيلم عملته لما كتبته عن رائد فضاء، او الفيديو اللي شفته في توتوريال اللي كان بيتكلم عن طيار حاطط قناع اكسجين، او حتى انك تعمل بطل خارق بكاستم ثابت كل مره تكتب له نفس الكاستم فيطلع هو هو بالظبط، لان شكلهم بيبقى مميز وسهل انه يتعاد. فحتى لو مش هتعتمد على الفيتشر بتاعه ايمج تو فيديو او الجامب تو وهتكتب الفيديو كل مره كانك بتكتبه لاول مره اللي هو تكست تو فيديو، فهتبقى قادر تطلع نفس السمات والصفات لنفس الشخصيه بالظبط. لكن لو كان معاك في الفيلم بتاعك ناس كومبارس او شكلهم عادي هتتعب جدا عشان تحافظ على نفس شكلهم من مشهد للتاني، ولازم توصف كل شخصيه من اول وجديد في كل مشهد. اللي خلاني الاحظ ده اني في الاصل بروجرامر او سوفت وير انجينير او مبرمج، وشايف اننا بالشكل ده لسه في عصر البروسيجرال بروجرامنج او الاسمبلي بروجرامنج حتى في الذكاء الصناعي. زي زمان لما كنت تعوز الكمبيوتر يعمل الحاجه 100 مره فتكتب له الكود 100 مره عشان الكمبيوتر يفهم. بينما كان المفروض وبالاولى اننا نخش في عصر الذكاء الصناعي فيو 3 على حاجه اشبه بالاوبجكت اورينتد كونسبت، انك تصمم الشخصيه زي الفانكشن كده مره واحده بس، وتستخدمها بعد كده زي ما تستخدمها بقى، فتفضل زي ما هي لانك دايما بتناديها من نفس المكان، فما فيش دوبليكيشن او تكرار، وفي نفس الوقت في كونسيستنسي او استمراريه. لكن دلوقتي كل مشهد بيبدا من الصفر، وحتى جيميناي بيحدك في عدد 5 6 فيديوهات يوميا تعملهم حتى لو لسه معاك اي كريدتس. فالموضوع مش سكيلبل خالص، وعشان كده قررت اني هلغي السبسكريبشن او الاشتراك. الفكره صحيح عبقريه، بس لسه بدري انها تكون اداه انتاج افلام حقيقيه. لو كنت جربت فيو 3 قول لي رايك في الكومنتات.
ولو عجبك محتوى الفيديو ده ما تنساش اللايك والشير والفولو. باي.